السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أجمل الوصفات معايا. نتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وإذا عجبكم ما تنسونيش من واحد اللايك والاشتراك في القناة. بالنسبة للوصفة اليوم، عصير اللي داير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي كيجي بنين بزاف، كيخرج واحد الكمية اللي كبيرة بمكونات جد بسيطة. كيف ما كتشوفوا معايا عندي واحد 2 حبات ديال الموز اللي كيكونوا متوسطين في الحجم ديالهم. كذلك عندي واحد الحبه ديال الليمون اللي هو الحامض، كنحكوا له القشره البيضاء فقط، سمحوا لي القشره الصفراء فقط، وكنحاولوا ما نقيسوش القشره البيضاء لانها كتمرر العصير. يعني القشره الصفراء هي اللي كنحاولوا نحكوها، اللي كتعطينا واحد المذاق رائع لهذا العصير، واحد النكهه نتمنى انه يعجبكم. من بعد غادي نحاول انني نزول القشره ديال الليمون، وكذلك نزول له القشور البيضاء اللي كتكون كامله في الجوانب ديال الليمون ديالنا اولا الحامضه ديالنا، لانه القشره البيضاء كتمرر العصير، كتجيبو يعني مر ما غتقدروش تشربوه، فكنحاولوا اننا نزولوا القشره البيضاء كامله. كذلك ملي كنكونوا كنقطعوا فيها نحاولوا اننا نحيدوا داك البذر اولا العظام اللي كيكونوا من الداخل ديال الليمون، لانه حتى هو كيمرر العصير، يعني كيجينا مر ما غنقدروش نشربوه. وبهذه الطريقه يعني الا خليتو فيه اي عظم داز فغيجيكم العصير مر وما غاديش تستافدوا منه. صافي نقطعوا هاد الليمونه الى قطع صغيره، من بعد ما كيف ما قلت لكم غنزولوا العظام كاع اللي متواجدين في الليمونه اولا كيف ما قلت لكم الحامض، يعني حامضه وحده وجوج حبات ديال الموز كتخرج واحد الكميه اللي يعني تبارك الله كبيره، اكثر من لتر ديال العصير، وكيجي بنين بزاف. يعني غادي يعجبكم، نتمنى انكم تجربوه. صافي من بعد غادي نضيفوه على ديك الموزه اللي عندنا، وغادي نضيفو واحد المكون اللي اساسي، يعني ياغورت اولا زبادي بنكهه الفانيلا. وبالنسبه للسكر فكيبقى على حسب الرغبه. انا في هذا الوقت هذا ما ضفتش السكر، بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا الريجيم يعني ما كيبغيوش السكر فممكن ديروه بدون سكر. وكذلك غادي نضيف واحد اللتر ديال الماء. الا كنتو دايرين السكر فغادي تحاولوا انكم تخلطوا. من بعد غادي نطحنوا في الاله ديال الطحن. صافي وبهكا كيكون العصير ديالنا واجد، عصير اللي كيجي بنين وغزال وبكميه كبيره. نتمنى انه يعجبكم وتجربوه، وكيف ما قلت لكم ما تنسونيش من واحد اللايك والاشتراك في القناه. والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه